باش يفاجأ أكثر من واحد قاعد يتفرج فينا. بعد 20 سنة عدد الأطفال المولودين في المغرب خارج إطار الزواج باش يوصل ل 50% من جملة المواليد، هذه حسب آخر الأرقام الموجودة في المغرب. هنايا قسومي عندها التفاصيل من مكتب نسمة في المغرب. مرحبا بك حمزه ومرحبا بكل ناس نسمع. على ما كيبان انه تم دق ناقوس الخطر حول الموضوع ديال نقولوا تزايد الاطفال يعني خارج مؤسسه الزواج. لهذا الغرض هذا حضر معنا السيده عائشه شنا رئيسه جمعيه تضامن النسوي. مرحبا بك مدام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيك. طيب مؤخرا سمعنا انه يعني النسبه ديال الاطفال يعني اللي مولودين خارج مؤسسه الزواج في افق 2030 او في السنوات المقبله غادي يوصل ل 50%، يعني اي ما يعادل النص ديال الوليدات المغاربه كلهم غادي يكونوا يعني مولودين في ظروف اللي هي غير شرعيه. طيب نبغوا نعرفوا يعني ما مدى صحه هذا الخبر واش فعلا، ونبغوا نعرفوا علاش كتعتمدوا في الحصول على هذه الاحصائيات هذه. في الحقيقه كان بحث دارته جمعيه انصاف ولقات بان ما بين 2003 2009 اكثر من 500 الف طفل قل من 7 سنين تولدوا غير اطار زواج، ولدهم اكثر من 200 الف ام عازبه بما يتسمى ام عازبه، يعني 11.46% ديال الاطفال اللي كيخلقوا خارج اطار الزواج يوميا على حسب الارقام. كنقول الارقام البيضاء لان كاين ارقام سوداء وهذا الشيء الناس كلهم كيعرفوها. كيتزاد 100 طفل غير اطار الزواج يوميا في المغرب. طيب شنو الحل في نظرك استاذه؟ شوفي تكون مسؤوليه على الجميع. الام اللي كتولد حنا متيقنين منها بلي هي الام. مدونه ديال 2004 كتعطي الحق الاب الطبيعي اعتراف بولده، ولكن هذا راه كان مكسب عند المغاربه من قديم الزمان، وربما كان في تونس والجزائر والدول العربيه كلها. اليوم كاين تحليل الجينات، وهذا تحليل الجينات نقدروا راه المصدر ديالو الاول علم القيافه اللي كان كيدار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا كياخذوا الوصف ديال المراه اللي ولدت، الوصف ديال الطفل اللي تولد، والوصف ديال الاب اللي هو يعني هو اللي كان متهم بالابوه، وكيجيبوا راجل اخر اللي ماشي متهم، وكيجيو جوج شهود وكيوصفوا المراه والطفل والسيد، وكانوا كيلحقوا الولد ببواه. يعني شوفي هذه الحكمه اللي كانت عند المسلمين، كيفاش الاسلام اللي جا نور واللي جا حق ولا هو اللي ضد شعبه ضد الناس اللي تابعين ليه. يعني شي حاجه اللي كنجر ناقص الخطر باش الانسان يجلس بعقله. حنا ما كنطلبوا والو، يعني ما بغيناش نشبهوا الغرب. الغرب هو الغرب، وحنا انما عندنا حاجات اللي هما ديالنا حنايا في مكاسبنا نستعملوها اليوم. علاش نغطيو عليها ونغطيو الشمس بالغربال؟ شكرا لك استاذه، بارك الله فيك. الاستاذه عائشه شنا رئيسة جمعية تضامن النسوي. إذن حمزة ما بقى لي إلا نرجع عندك البلاطو ناس نسمع مباشرة بسوداتنا براتيس. إليك.